اختلفت عمايل الكشري المصري كتير. في اللي عملوا كشري الحلة الواحدة، وفي ناس عملوه اللي هو كشري في الكيس الحراري. ايه رأيكم ان النهاردة ان شاء الله هنعمل الكشري المصري على اصوله؟ وكمان النهاردة وحصري هنعمل الصلصة، هنعملها صلصة الحلة الواحدة. يعني مش هنعمل كذا نوع للصلصة، لا، هنعمل صلصة واحدة بس للكشري. بدل ما نعمل الكشري كشري الحلة الواحدة، لا، هنعمل صلصة الحلة الواحدة. يلا بينا ندخل ونشوف الفيديو. بس قبل ما نشوف الفيديو ما ننساش نسمي الله ونصلي على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يلا بينا نشوف عملنا ايه. انا عن نفسي انا بحب الكشري المصري يتعمل على اصوله. يعني ايه على اصوله؟ يعني كل حاجة تتعمل لوحدها، كل حاجة يكون بطعم مختلف عن التاني. يعني مش بحب بقى ان كله يتعمل في حلة واحدة وكله ياخد من طعم واحد. احلى حاجة فيه ان كل حاجة تتعمل لوحدها زي ما بيجاب كده من بره بالظبط.